ضمن الخطة المفصلة لتحشيد الجماهير لمرشحي منظمة بادر في قائمة تركمان صلاح الدين، عقد بقضاء طوس هرماتو ندوة موسعة مع النخب والكفاءات ورؤساء العشائر في القضاء وأطرافها، بحضور مسؤول منظمة بادر فرع الشمال السيد محمد مهدي البياتي والدكتور حسن زين العابدين نقي مرشح منظمة بادر عن قائمة تركمان صلاح الدين. حملتنا بدأت اعتبارا من النخب والكفاءات ورؤساء العشائر، فكان هناك حقيقة تجاوبا واضحا، حصل وعيا مميزا لرؤساء العشائر حول المرحلة الراهنة والأزمة وما نحتاجه في هذه المرحلة وما نستطيع كرؤساء عشائر من تقديم أفضل الخدمات في هذه المرحلة، خاصة لتثقيف الجماهير وتثقيف كل عشيرتها حول مرشحينا وقائمتنا. الوضع السياسي في عموم العراق وفي منطقتنا بشكل خاص. الموضوع الثاني على الانتخابات بشكل عام، وحث الناخبين على الحضور والتحديات اللي راح تواجهنا في فترة التهيؤ للانتخابات وفي يوم الانتخابات، وكيفية حث الناخبين على الحضور إلى صناديق الاقتراع. المداخلات والآراء فكانت حول كيفية اختيار المرشح الكفؤ والأنزه للمرحلة القادمة، لا سيما وأن مرشح منظمة بادر كان له النصيب الأكبر في الاختيار، وذلك لكثرة مواقفه مع أبناء منطقته في الأيام الصعبة. اختار المرشح الأكفأ والنزيه والذي يخدم الشعب ويخدم البلد ويخدم القضاء ويخدم أطراف قضاء طوس هرماتو، أعلم بمستوى الناس الموجودين، وهو نزيه أيضا حسب مقدرتنا. أن يدرس هوية المرشح، يدرس دراسة قوية، يأخذ أولياته، يجب أن يختار الأكفأ والأقوى وصاحب شهادة عالية، لا يكون المرشح يذهب إلى مجلس المحافظة ويجلس دون أن يتمكن من نقل معاناة المواطن الدزلاوي. تسليط الضوء على مرشحي الانتخابات والاستدلال على الصالح منهم أمر في غاية الحساسية، وهذا ما تترجمه المنظمة من خلال توعية الناخب للمعايير التي يجب أن توضع أمامه كي ينتخب. من قضاء طوس هرماتو، نجف أوغلو، الغدير الفضائية.